الدنيا مقلوبه بره، يعني بره المحيط الاستوديو ده الدنيا مقلوبه، كهربا جه قلب الدنيا. هات بقى وريني بقى اللي بتاع اللي ماشي. قال لك دولة الكويت، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للبحث الجنائية، مدير الإدارة المركزية لنظم الإقامة وإجراءات الدخول والخروج، تحية طيبة. وبعد الموضوع محمود عبد المنعم عبد الحميد مصري الجنسية كذا كذا كذا، بالإشارة إلى موضوع أعلاء المذكور. أعلاء محجوز لدينا، وبعد التدقيق بالحاسب الآلي تبين لنا قيد أمني إلقاء قبض وانتهاء تأشيرة عدد 2، ولا مانع لدينا من دفع الغرامات ورفع القيد الامني حسب اجراءاتكم المتبعه حيث الاختصاص وقانونيه الاجراء المذكوره. اعلى سمه دخول تجاه كذا كذا كذا. طيب لا والله يمكن، بس في ناس وقفت معاك هناك. ها والله بتقول لي في ناس كتير وقفت معاك. يعني يمكن اسمه محمد العزب طبعا وقف معايا المحامي بتاعي وطبعا يعني دول اهلي هناك في الكويت. وقف معايا ابو نهار وابو بندر وعبد الرحمن الزفيري وميشعل وجمعه ونواف، ودول اخواتي ودول اهلي هناك. وقفوا معايا وقفه جامده يعني في الكويت. بقى لي شهرين عندهم هناك قاعد. والله العظيم. والله كل يوم بصراحه يعني ما سابونيش والله. عشر انت برضه. اهلي كرم. والله العظيم. والله العظيم. هم جدعان طبعا. يمكن والله ما عايز اقول لك بس على حاجه في نقطه ثانيه. يمكن يعني حابب اشكر طبعا استاذ خالد الغانم واستاذ مرزوق الغانم طبعا، يعني على الخير اللي بيعملوه هناك مع الناس كلها. والله العظيم. عشان كده دايما يعني يمكن النادي بتاعهم دايما بيحقق كل سنه 3 4 بطولات. عظيم. يعني بيدي العمال وما بيأخرش رواتب بامانه. فيعني عايز اشكرهم على ديت، ومع اني والله العظيم ما قابلتهم ولا مره، بس من كتر سمع الناس عنهم بكلام الناس عنهم بكل خير والله. ربنا يكرمهم. الهاشتاج بتاعنا هو كهربا مع فايق. ابعتوا لنا على الهاشتاج، وكل اللي انتوا عايزين تسالوا فيه الكابتن كهربا هيجاوب عليه. وواضح ان الحلقه دي هيبقى ليها جزء تاني، يعني لانه الوقت بيجري بينا بسرعه زي الرهوان. طيب، مشيت من الاهلي على الاتحاد الليبي. مشيت من الاهلي ليه؟ يمكن يعني كان قرار صعب بجد، يعني يمكن قرار صعب قوي. وانا يمكن في الحلقه ساعتها انا قلت لك لو تفتكر محدش يعرف اللي فيها غير اللي فيها. ماشي. لو فاكر الحته دي. يعني يمكن انا بشكر يعني بالنسبه لي الاب الروحي ليا الكابتن محمود الخطيب بصراحه والله العظيم. كان على وقفاته معايا في كل المواقف، وبالذات خصوصا الموقف يعني في الحته ديت ان انا سابني اطلع اعاره بنيه الشراء. بنيه الشراء ان في خير جاي لي. ماشي. فقال لي انت عاوز ايه؟ قلت له انا عايز اطلع، يعني في خير جاي لي، عايز اطلع يعني اعوضه فلوس وكده انت اشفرت بعد ما دفعت الغرامه؟ مين انا؟ ما تيجي بقى يلا نفك الاسود. لا الحاجات دي عند بابا وماما. عند بابا وماما؟ ما تعرفش انت معاك؟ ما اعرفش حاجه انا يا كوكو. مفيش الكلام ده، انا ما عنديش كوكو يا حلو. لا. طب ننده فتحي. فتحي قاعد بره اهو. فتحي ما يعرفش حاجه بره. بس ممكن بالعافيه ياخد كل حاجه. لا والله يمكن كل حاجه عندهم هم يعني خيرهم كله. ماشي. بس حوار اشفرت دي بعيده، يعني بعيده قوي. بعيده قوي. طيب، عايز تتكلم على قصه الغرامه؟ جمعت فلوسها منين؟ ازاي؟ ليه؟ فين؟ لا خلاص بقى. يمكن يعني انا مش عايز افتكر. ماشي. لاني لو اتعاد بيا الموقف تاني على البطولات اللي انا حققتها مع النادي الاهلي والتاريخ اللي عملته دوت، يعني ممكن ادفع مليارات. والله العظيم والله العظيم يا هيما، والله العظيم ما كلام. انا اهلاوي صعب قوي، والله اهلاوي صعب قوي يا هيما. مصدقك. يعني انا يمكن ضحيت مستقبلي عشان البس تيشيرت النادي الاهلي. عشان تروح النادي الاهلي؟ عشان البس تيشيرت النادي الاهلي. فمش ما كانش فارق معاك الرقم؟ ما كانش فارق معايا اي حاجه، ولا فارق معايا حاجه في الدنيا غير ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي واعمل معاه تاريخ. حاسس انك عملت تاريخ مع النادي؟ الحمد لله الحمد لله. يعني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني العلم عند ربنا طبعا. ان شاء الله يكون في بطولات ثانيه باذن الله. تعالى لي تعالى، مش عارف اللي هو. لا والله انا بس والله بقول لك بس. دلوقتي احنا لعيبه حره. انت لعيب حر دلوقتي؟ لعيب حر. حلو كده. ايه بقى؟ انا ما بتكلم في الحته نقطه النادي الاهلي ان
يعني لما بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ على وقفاته معايا، وبشكر طبعا استاذ جمال جبر، لان انا والله العظيم يعني يمكن في ناس وقفوا معايا فلازم اشكرهم. ماشي. هم اللي خلوني البس شيرت النادي الاهلي واعمل الكلام ده كله طبعا، وكابتن امير توفيق. وكمان استاذ جمال جبر بالاخص عايز اشكره، لان هو دوره مش معلوم للناس. ماشي، قول لي بيعمل معاك ايه؟ لا، بيعمل مع اللعيبه كلها والناس كلها، والله العظيم. مع اللعيبه كلها؟ اللعيبه كلها والناس كلها بيقف معاهم وقفات يعني برجوله وجدعنه وبامانه زي ولاده ومع الناس كلها، بس بيحب النادي الاهلي حب. ودوره مش معلوم للناس، خلي بالك. كان دوره قوي جدا بس مش معلوم للناس، عشان كده دايما الايه في الاهلي يقول لك ايه؟ هو ده الاهلي فوق الجميع. قول لي عمل معاك لا، بيعمل معايا ده. يمكن من ساعه موضوع الغرامه كان 24 ساعه يكلمني ويطمن عليا ونساعد فين ونعمل ايه. يعني يمكن انا لسه بكلمه لحد من اسبوع. اوكي. او كنت بطمن عليه عشان كان تعبان وبنتكلم والله العظيم يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ ده كابتن سيد حفيظ ده حبيبي، ده وقف معايا كتير قوي يعني كنت كل يوم عنده ساعه موضوع الغرامه، كنت كل يوم عنده في المكتب نتكلم. كان انت عارفه بقى يعني اكتر منه واصحابه، وربنا يحفظكم. وطبعا يعني بحب اشكرهم جدا. عايز ترجع الاهلي؟ عايز ترجع الاهلي؟ والله يمكن يعني انت سؤال. سؤال. والله يعني نفسك ترجع الاهلي؟ غيرت لك السؤال، نفسك ترجع هو الأهلي؟ طبعا يعني اكذب عليك لو اقول لك لا، ده حلم اي لاعب. وانا بالنسبه لي النادي الاهلي ده اصلا يعني مش هقول لك بقى يعني خيره عليا وفضله عليا. يعني انا مهما اعمل للنادي الاهلي انا ما اجيش ابره. النادي الاهلي عمل لي وهو يعني ساعدني وخلى يعني كهربا دلوقتي بقى ليه تاريخ وليه اسم والناس كلها عارفاه والله العظيم. عايز اسالك سؤال. في حاجه بتجنني فيكم كلكم بقى، فيكم كلكم، انتوا كلكم صحابي وكلكم حبايبي، وانت عارف انا بحب الناس كلها والناس كلها الحمد لله على الراس من فوق. انتوا تبقوا موجودين في النادي الاهلي يا دوب مثلا ايه اللعب يبعد عنك شويه، وده طبيعي لانك تلعب في زحمه وفي نجوم وفي بتاع. طيب تتغير، تاخد جنب، انا عايز العب، طب انا عايز اخرج، نخرج. خرجنا بره النادي الاهلي. اول مكالمه تليفون اما اكلم حد فيكم يقول لي والله انا نفسي ارجع النادي الاهلي. طب انتوا بتخرجوا ليه يا جماعه لما انتوا اصلا عايزين ترجعوا النادي الاهلي؟ ما انا ما بفهمهاش. طب ما انت موجود اهو، على حسب قولكم، مش على حسب قولكم. انا عايز ارجع الاهلي. مش كلنا يا هيما. مش كلنا سنة. لا انا كل ما حد ما يخرج. شريف خرج، انا فاكر كويس. طيب. شريف خرج قابلته في الرياض، جوه الهوا وبره الهوا. شريف هيموت ويرجع الاهلي. تمام. طب يا جماعه ما انتوا كنتوا بتفركوا عشان تخرجوا. ايوه، ما انا لما بتخرجوا بتبقوا عايزين ترجعوا. دلوقتي بتوجهوني انا؟ ايوه. يعني دلوقتي انا قلت ايه دلوقتي؟ طيب انا قلت ايه؟ انت خرجت بمزاجك ولا مش بمزاجك؟ النادي الاهلي طبعا بمزاجك. لا، ومن طالع من الباب الكبير. طب يا حبيبي، ما انا هقول ايوه. طب ايه المشكله؟ بنحب الاهلي بقى خرجنا ليه؟ ايه؟ لما بنحب الاهلي خرجنا ليه؟ ده ما هو النادي وقف معايا ان يساعدني ان انا اروح، ربنا جاي لي خير يقف. كابتن محمود الخطيب وقف معايا، ما دي اللي بحكيك فيه، ما مش كلنا. كابتن محمود الخطيب وقف معايا. اوكي. انت كده اعتبرتها دعم كبير جدا. هو طول عمره بيدعمني. فلما جالي كنت محتاج تخرج. لما جالي الخير قال لي، قلت له يا كابتن اطلع 6 شهور اعاره بنيه البيع وخير جاي لي. قال لي روح، ربنا يرزقك وربنا يكرمك يعني. تمام. فدي الحته اللي انا فيها، انت فاهم قصدي؟ فانت لما بتسالني دلوقتي الطبيعي اللي كمحمود كهربا، لا طبعا. انما النادي الاهلي في حياتي كلها. ليه تفعل بند الشراء وما كملتش معاهم في الاتحاد الليبي؟ ما حصل الاحداث كده الاجواء ديت، فخفت انا برضه شويه. وطبعا يعني الاستاذ محمد اسماعيل رئيس النادي كان راجل محترم جدا. وقعدنا لما رجعنا من ميلانو واتكلمنا وفسخنا عقد بالتراضي، وكل الشكر يعني ليه، مفيش اي حاجه. اللي انا عارفه، وصححوا لي زمايلي في الاعداد لو انا فاهم غلط، فتره القيد المحلي ما زالت مفتوحه في مصر، تقفل يوم 8 فبراير، وانت لعيب حر. حد من الاهلي كلمك؟ لا والله العظيم، والله العظيم. من غير حلفان، من غير حلفان والله العظيم. ولا شفهي ولا رسمي ولا اي حاجه والله. ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه. طيب، على ذكر موضوع الغرامه، استاذ اشرف عبد العزيز عمل معاك ايه وقتها؟ يعني يمكن في ناس كتير قوي يعني ظالمين استاذ اشرف عبد العزيز طبعا بسبب موضوع الغرامه ده. لا، استاذ اشرف عبد العزيز محامي واب ليا داخل مصر.
اوكي. ما كانش ليه كانش ليه إيه ما بقى؟ كانش ليه ما كانش ليه اي حاجه في موضوع الغرامه ده. انا كنت موضوع الغرامه ده مع المحامي الدولي بتاعي. فهو استاذ اشرف عزيز اصلا ملوش علاقه بالموضوع دوت. هو كان بيساعدني لما كنت بساله في حاجات مساعده خارجيه فقط لا بس غير. مساعده خارجيه ملوش اي علاقه عشان ما حدش يظلمه. عشان ان يعني يمكن كنت بشوف الفتره اللي فاتت انه يقول لك هو اتدبس كهرباء، هو اللي عمل كهرباء، هو مش عارف ايه. لا والله العظيم مش كده دي خالص. ده معامله استاذ اشرف عزيز بالنسبه لي، ان هو يعني كان بيعاملني كابنه وبيساعدني كتير يعني. راجل محترم اشرف عبد العزيز، حابب مستشار اشرف عبد العزيز. والله العظيم. لا محترمه يعني، والواحد في دنيا تاني. بيقدرهم كله. طيب الغرامه دي انت لميتها ازاي؟ جمعتها ازاي؟ جمعيه؟ لا والله. جاوب بقى خلاص، انا الاوان نجاوب بقى. من عند ربنا والله العظيم. كل حاجه عند ربنا، من عند ربنا كل حاجه. عند والله ربنا ونعم بالله. محمود روح ربك بيرزق. انت خطبت؟ بس مش ما اعلنتش. ما اعلنتش. قريب ان شاء الله. ماشي ان شاء الله تبقى ايه بقى؟ فرحه كبيره باذن الله. يعني المره دي انا فاكر انا كنت لا والله المره دي خلاص 18 سنه كان عندي 16 سنه لا والله المره دي خلاص. والله الو، المره دي خلاص. بارك لي يا ابراهيم. والله لا والله ما كنتش خطبت ساعتها كنت دايما اقول لك كده خلاص لا والله المره دي بجد قريب ان شاء الله. مشروع ان شاء الله خلاص. باذن الله. مشروع خلاص. انا بقى لي فتره يعني طويله وخلي بالك انا شخصيتي اتغيرت قوي يا ابراهيم. شخصيتي اتغيرت يعني يمكن انا سنه بره مصر شخصيتي اتغيرت وبعدت عن الناس كلها وبعدت عن ناس كتير قوي. وعايز اقول لك على حاجه كمان ان انا ما عنديش واتساب بالرقم المصري. فده ايه معناه؟ ايه رقم ليبي من شهر 2 اللي فات. معناه ايه؟ وتليفوني مقفول على طول. ماشي، ده معناه ما انك بكلمش اي حد غير اهلي. اهلي ومركز في شغلي. ربنا يكرمني والله العظيم. ومفيش اي حاجه تاني خالص. طيب. وبعد عن كل الناس اللي اذتني وحتى صحاب اذوني بعيد عنهم. خلاص الحمد لله. متغير ونضجت. وعايز اقول لك يعني بقت دلوقتي حاسبها حسبه تانيه خالص. ايه الحسبه اللي انت حاسبها؟ جو بقى مستقبلي، مستقبل بيتي ان شاء الله لما اتجوز. اهلي معايا الحمد لله. مش متاخر شويه الكلام ده؟ إيه؟ مش متاخر شويه الكلام ده على ايه؟ يعني مش متاخر ان انا ابتدي افكر في الموضوع؟ لا والله انا لسه. وانا لعيب موهوب وانا لعيب جامد وانا لعيب. انا لا من الحاجات دي واخد قرار. انا واخد قرار. انا عندي 31 سنه لسه بدري ان شاء الله. انا جاهز وقادر وان شاء الله كل اللي جاي يكون خير. وبص دايما انا مش هفكر لها. انا بسعى والله العظيم. انا بسعى ودايما انا ربنا عمره ما سابني. والله عمره ما سابني. قريت تعليقات الناس؟ قال لك ايه؟ قال لك كهربا هيجي النهارده هيقف مع ابراهيم فايق هيعلن اعتزاله وجهز العقد عشان يقعد الاوت نجهز العقود ولا لسه؟ والله يا بص يعني لسه قدامنا 3 4 سنين ان شاء الله باذن الله. لا لسه قدامنا. لو القهوه